أكبر كذبة بنكذبها على نفسنا كل يوم هي كلمة أنا تمام. كم مرة حد سألك عامل إيه؟ فرديت بابتسامة بهتاه وقلت الحمد لله زي الفل، وانت من جواك شايل جبل هموم. اتربينا على إن الراجل ما بيشتكيش، وإن الست الشاطرة هي اللي تشيل شيلتها وتسكت. بقينا محترفين في لبس الماسك، بنبين ثبات انفعالي وإحنا من جوا بننهار. المشكلة إن كلمة أنا تمام دي بقت زي المخدر، بنسكن بيها وجعنا عشان نعدي اليوم، بس الفاتورة بتتسحب من أعصابنا وصحتنا. الوجع اللي ما بيتكلمش بينفجر في شكل تاني خالص، بينفجر في عصبية مفرطة على أتفه سبب مع ولادك، في قولون مش راضي يهدى، في صداع ما بيفرقكش، أو في ضيق نفس مش عارف سببها إيه. أنت مش مريض، أنت بس مكتوم، شايل فوق طاقتك ومصمم تمثل دور البطل اللي ما بيتهزش. بس الحقيقة إن البطولة الحقيقية هي إنك تعترف إنك تعبان ومحتاج ترتاح، محتاج تتكلم، ومحتاج حد يطبطب عليك. عارف السخان لو ملوش صمام أمان هيفرقع، وإنت كمان محتاج صمام أمان، محتاج تقول لأ لما تكون مش قادر، محتاج تطلب مساعدة، ومحتاج تقعد مع نفسك وتواجه وجعك بدل ما تهرب منه في الشغل أو في شاشة الموبايل. الضعف الإنساني مش عيب، دي طبيعتنا. اللي بيعيش بجد هو اللي بيدي لنفسه الحق إنه يزعل، وإنه يقع، وإنه يقول أنا النهاردة مش تمام، عشان يقدر يقوم بكرة وهو أقوى. بطل تضحك على نفسك، وإدي لروحك فرصة تتنفس. ربنا خلقنا بشر مش مكن. هونها على نفسك عشان الدنيا تهون معاك. لو حسيت إن الكلام ده لمس قلبك، ما تنساش اللايك والشير، وشاركونا في التعليقات إمتى كانت آخر مرة قلت فيها أنا تعبان بصدق. وما تنسوناش من دعوتكم الحلوة.